ثاني. الزيبيروموريسيان حسب الدكتور ريم الكيفي جاوا من الشمال واجتمعوا في الشرق الاوسط في وادي ناتوف يسموهم الناتوفيان. دونك فما يوسان اللي هو كان فرد فتره تاريخيه مع اليوسيس، يعني لوب بوشناتا هو يوسيس ولوب بيرسا هو يوسان. لوب بيرسا العلاقات الباحث الامريكي اللي هم البرتغال. ولكن حسب الدكتور ريم الكيفي تقولوا ان يوسان مشى لشمال اوروبا لين يوصل للبرتغال، واليوسيس اللي هو لوم دو بوشناتا دخلنا على جزيره سيناء اللي يوصل لاسبانيا. فهذا معناها بالابحاث الجينيه والاثريه والانثروبولوجيه ستنفي. لكن وقت تسال الدكتور ريم الكيفي وتقول لهم هذوما اجتمعوا منذ 20,000 سنه في الاردن في وادي ناتوف، سموها على اسم الوادي هذا الثقافه الناتوفيه. تقول اسكو اليوسيس اسكو عنده دي بريكورسور في نظام الجروب، معناها اسكو فما الكادر التروار هنا هي تاخذ ما تنجمش تجي. قلت راهم الزيبيروموريسيان جاوا من الشرق الاوسط من 20,000 سنه. بس فما زوج سؤالات يفرض الواحد توي. السؤال الاولاني علاش منذ 20,000 سنه؟ شنو هو؟ اسكو كاتاستروف ناتيريل؟ اسكو فما مشكله مناخيه؟ شنو هو؟ فما حروب؟ السؤال هذايا. والسؤال الثاني هو منين جاوا هذوما الزيبيروموريسيان؟ من منطقه بالضبط؟ اذا فما مقبلهم خاطر هما اليوسان اليوسيس هي تحورات جينيه كما شفنا مع الكوفيد، فما دي ميوتاسيون جينيتيك تصير تحورات نتاع دوتر فيروس. كائنات حيه كذلك معناها، والليميتاسيون جينيتيك التحورات الجينيه هذه تصير بالمناخ، بصعوبه العيش، بالتاقلم. يعني فهمت؟ وقت نطلعوا في التسلسل الجيني نلقاو ان ال 1 وال 2 وال 4 وال 3 جاوا من سيبيريا. مش انا نقول الكلام هذا، لحظه. الدكتور الروسي اناتولي كيلوسوف هو الفكره بتاع البحث كله جاب لانه مره ساعات تتفرج في شريط وثائقي تلوج على المراجع، لوج قالوا المؤرخين الجينيكولوج الزنتروبولوج وكذا. العالم هذا هو كان الروسي اناتولي كيلوسوف هو كان سبب انه بديت البحث هذا. وقت اللي قال وانه في تشوف الموضوع في برنامج روسيا اليوم، وقت اللي قال كيفاش انه العرب نو سولمون العرب معناها البربر كذلك العرب جاوا من سيبيريا، هما معناها جاوا بالهجره من 25,000 سنه، جاوا من المنطقه هذيك نتيجه موجه برز قويه ياسر بما يسمى بالنهر الجليدي. يعني النهر الجليدي ممتد على معناها من المسافه هذيك ان بيك غلاسيي، ان بيك غلاسيي يعني توصل درجات البروده الى 70 تحت الصفر. فانه تسبب الشيء هذا في هجره جماعيه نتاع السكان نتاع المنطقه هذيك نتاع سيبيريا اللي كانت قبل 25,000 سنه مناطق استوائيه، مناطق فيها المراعي والحقول والتحبات. وجات موجه البرد اللي خلاتهم يهاجروا الى وادي ناتوف، انا سميت الثقافه الناتوفيه. ثم يوسيس اللي هو الزيبيروموريسيان يمشيوا لشمال افريقيا حتى اسبانيا، واليوسان يمشيوا لغرب اوروبا وصولا كذلك للبرتغال، ويستقروا من اليوسان يستقروا في ايطاليا. انه ايطاليا قبل ما يستقروا فيها شعوب الهند الاوروبيه الزندو اوروبيان اللي هم اللاتين والرومان واليساميد وغيرهم اللي هم الجريك وكذا، كان فيها شعوب ضد اصول انتروبيميه نقولوا نحن اصول نوبيه. وهذا مشكله كل لما تكليف تو نجيو بعد في المراجع التاريخيه بعد ما نخرجوا من السياق الانثروبولوجي والجيني اللي هو علم صحيح. التاريخ ديما حسب معناها هو السيد سيرج نصير ديما انطباعات ذاتيه ديزيبوتيز اللي من بعد ياخذوها مؤرخين اخرين، والديزيبوتيز هذوك تولي حقائق تتقرر لا نقاش ولا جدال فيها، رغم انه هو في الكتاب بتاعه يذكرها كهيبوتيز. ولكن العلوم الجينيه والانثروبولوجيه ما فيهاش
ديزيبوتيز، فيها علوم، فيها حقائق، وعلى الحقيقه العلميه هذيك نتاع الانثروبولوجي تنجم تبني التاريخ نتاعك. من غير علم صحيح اللي هو علم الانسان تنجم تفهم التسلسل الديني، لا التسلسل الحضاري ولا التسلسل التاريخي، اللي هما الكل doivent converger vers la réalité anthropologique et génétique. على ذاك نبدا بالكولتور ايبيروموريسيان وندرج بشويه بشويه vers الحقائق الاثريه والتاريخيه. العالم الانثروبولوجي يقرر في امريكا وفي روسيا اسمه كما قلت اناتولي كيروسوف. اش يقول؟ الدكتور الكتاب مش تجي اليوم اناتولي كيروسوف يعاونها حتى عن طريق البرنامج. هذا برنامج شفته لي 5 سنين وهو كان السبب في انه نعمل تحقيق وبحث ذاتي نتاكد من